الحامل ممنوع من السفر في الشهور الأولى ولا في الشهور الأخيرة من الحمل؟ ده بيتوقف على كذا حاجة. أولاً حالة الحمل بصفة عامة، ثانياً المسافة اللي الأم هتسافرها، ثالثاً وسيلة النقل اللي الأم هتستخدمها. في حالات معينة أثناء الحمل بنمنع فيها السفر تماماً، سواء كان في أول الحمل أو في آخر الحمل. بالنسبة لأول الحمل حالات الإجهاض المنذر، سواء كان في انقباضات في الرحم أو في نزيف لا قدر الله. تاني حاجة المشاكل اللي بتتعلق بالمشيمة، لو مشيمة متقدمة، مشيمة ملتصقة، أي حاجة بتهدد حياة البيبي أو بتهدد صحة البيبي. برضه من الحاجات المهمة الحالة الصحية العامة للجنين، ودي اللي بيحددها الدكتور المعالج ليكي. طيب لو المسافة السفر كبيرة ما بنفضلش أبدا إن الأم تسافر مسافات طويلة أثناء الحمل، وخاصة في الشهور الأخيرة من الحمل. وفي كل الأحوال دايما نختار وسيلة السفر المناسبة اللي يكون فيها الالتزام بالراحة بتاعة الأم، يكون فيها كل العوامل اللي بتهيأ لها الراحة بحيث إن هي توصل بأمان. وزي ما قلنا بأكد دايما إن الأم ما تسافرش إلا بإذن الطبيب المعالج، لأن هو أكتر واحد بيكون على دراية كاملة بالحالة بتاعتها.